في جو ماطر وبرد قارس وتحت مدرج ملعب 20 غشت الذي ضاقت جنباته بالجماهير في انتظار نهاية الأشغال بملعب 16 نوفمبر، جرت مباراة الدورة الثالثة عشر بين فريقين بطموحات متباينة وبمعطيات أرخت بظلالها على المباراة. فمدرب الفريق المحلي فوزي جمال ليس إلا اللاعب والمدرب السابق للفريق الضيف. انا الفريق ديالي تاع المولوديه الجديده لعبت فيه 11 سنه، يعني فريق او نيفو ايموسيونيل كنبغيه بزاف، ولكن حنا محترفين، حنا اوني دي زونطرينور غنتعاملوا باحترافيه. دابا استطعنا باش نفوزوا عليه. دابا نتمنى للمولوديه الوجديه التوفيق ان شاء الله في المقابلات ديالها، وشفنا بلي عندهم يعني لاعبين ممتازين، ولكن ولا سيما انا شفت لاعبين اللي كنت انا كندربهم، لاعبين دي جونيور اللي كانوا تدربوا معايا سنه. الحمد لله كنشوف المستوى نتاعهم راه مزيان، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المسيره نتاعهم. فريق المولودية الوجدية كان أكثر حضورا من الفريق المضيف وبكر بتهديد مرمى الحارس عبد الرفيع قاسي، حيث كاد اللاعب عصام البودالي أن يفتتح التهديف. وانتظر الفريق الوجدي إلى حدود الدقيقة 31 ليوقع جواد العماري هدف السبق بعد تمريرة من زميله لامين ديابي. ما كنا نحسبوا المقابله في الشوط الاول، حطينا واحد المجموعه ديال الفرص التسجيل باش نهيو المقابله، وهذا هو الاشكال اللي باقي عندنا. باقي اللاعبين ما عندهمش هذيك التجربه الكافيه باش يقتلوا المقابلات. يعني ماشي لا بريمير فوا كيوقع لنا هادشي، ولكن قبل لو كنهضروا معاهم على اساس تكون هذه التمريره اخرى وباش الانسان، ولكن هادشي خصو اللاعبين المجربين اللي يقدروا يفهموا هذا الوضع. عصام البودالي كاد هنا أن يعمق الفارق قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بعد أن استغل خطأ دفاعيا إلا أنه سدد فوق المرمى. وفي الشوط الثاني فرض المهاجم السابق للرجاء البيضاوي إسماعيل باصور نفسه هدافا فوق العادة عندما وقع هدف التعادل من ضربة خطأ مباشرة في الدقيقة 55. 3 دقائق بعدها استغل تهاونا دفاعيا ليوقع الهدف الثاني، إلا أن فرحته لم تكتمل بعد أن غادر الملعب محمولا في سيارة الإسعاف بعد اصطدامه القوي مع الحارس الوجدي محمد الخلوفي، حيث نقل إلى مصحة خاصة بالرباط لإجراء عملية جراحية بعد الكسر الذي أصيب به. سكون تيغ دو بوزيتيف في هذه المقابله هو ان يعني كنا منهزمين في الشوط الاول، واستطعنا باش نرجعوا في المقابله وننتصروا بثلاثه الاهداف. هذا الشيء كيفرح، ولكن الحاجه المؤسف هو ان لا بليسيور نتاع باصور الان وصلني بانه سيت اون فراكتور. جو سوي فريمون ديسي. الفريق المحلي لم يقف عند هذا الحد وضاعف الغلة بهدف ثالث حمل توقيع جمال بماد بعد مجهود فردي للاعب البديل مصطفى حجي. لاعب الفريق الوجدي الذين يعانون من العوز المادي بعد تأخر حصولهم على 7 منح استسلموا للأمر الواقع وعادوا أدراجهم يتجرعون مرارة الهزيمة. نتمنوا الشفاء العاجل.